وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة وهم أصحاب الصفة، حتى يقول الأعراب: هؤلاء مجانين. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وعن أبي كريمة المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه الأحاديث الثلاث كالتي قبلها في الحث على الصبر على ما يصيب الإنسان من الفاقة والحاجة، وأن الله جل وعلا يأجره على ذلك خيرا كثيرا، وأن له سلفا صالحا. فقد أصاب سيد الخلق عليه الصلاة والسلام وأصاب الصحابة من المهاجرين والأنصار، أصابهم ما أصابهم من الفاقة والحاجة، فله فيهم أسوة. فينبغي للمؤمن إذا أصابته الفاقة ألا يجزع ويصبر ويتحمل. ولهذا في هذا الحديث أنه ربما مرت على النبي صلى الله عليه وسلم عدة ليالي لا يجد شيئا، وأهله كذلك لا يجدون شيئا، لا شعير ولا غيره. هذا يدل على أن قد تصيبهم الخصاص والمجاعة فيصبرون. قد سبق أن قول عائشة رضي الله عنها: لقد هل هلال ثم هلال ثم هلال ما أوقد في أبيات النبي نار. قيل لها: ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسود عن التمر والماء. وفي هذا أن بعض الصحابة من أهل الصفة إذا قاموا في الصلاة يسقطون من شدة الجوع والحاجة، فيقول لهم النبي: اصبروا ولو تعلمون ما لكم عند الله من الأجر لأحببتم أن تزداد فاقتهم. الله جل وعلا يأجر الصابرين على ما يصيبهم من المحن والفاقة والمشقة. لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يعطل الأسباب، لا، الإنسان يأخذ بالأسباب، يعمل، يطلب الرزق، لكن إذا أصابته فاقة يصبر لا يجزع، يتحمل كما تحمل الصحابة. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث المقدام: ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطن. ملء البطون فيه خطر كبير من التخمة وأمراض كثيرة. بحسب ابن آدم يكفي لقيمات لفظ الأكلات يقيمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يعني إذا رتب ونظم أكله فيأكل ولا يشبع، ويشرب ولا يروى كثيرا، ويبقى شيء للتنفس والراحة، هذا أحسن له، لأنه إذا أكل في الثلث وشرب في الثلث بقي الباقي للتنفس والراحة. والشبع لا بأس به والري لا بأس به، لكن إذا ترك بعض الشبع وترك بعض الري ليتنفس وليعطي بطنه الراحة هذا لا بأس به. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الصهل الصفة وأعطى أبا هريرة قدحا يسقيهم لبنا فأسقاهم جميعا، ثم بقي أبو هريرة والنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: اشرب، فشرب، ثم قال: اشرب، فشرب، ثم قال: اشرب، فشرب، ثم قال: اشرب، فقال: والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. يعني قد رويت جدا، فلا بأس أن يروى الإنسان ويشبع، لكن كونه يعالي نفسه يبقي شيئا للنفس في أكله وشربه، لا يشبع كثيرا ولا يروى كثيرا، يكون أصلح لحاله وأصلح لجسمه وأسلم من العواقب. والمقصود كله من هذا الصبر على ما يصيب الإنسان من الحاجة. ولكن مثل ما تقلم ليس معناه أنه يخرج للراحة ويترك الأسباب، لا، بل يأخذ بالأسباب حتى يستغني هو ومن تحت يده، وحتى يجد ما يسد حاجته، لقوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. قال صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. قال صلى الله عليه وسلم: ما سئ أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مفروض. وقال صلى الله عليه وسلم: لا أن يأخذ أحدهم حبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من سؤال الناس أعطوه أو منعوه.
فالأسباب مطلوبة، بيع أو شراء أو غراسة أو غير ذلك من أسباب الرزق. وفق الله جميعا. الله إليك في بعض النسخ معدي يكلم. لا هو حتى يكتبون كذا النطق معدي كلم. أحسن الله عملك شيخ، السفر بنية الزواج بالطلاق أحسن الله عملك ما حكم أحسن؟ لا حرج عند الجمهور، لكن تركه أفضل، تركه أحوط وأفضل خروجا من خلاف من حرمه. نعم. هذا واحد بغى يتزوج لشدة الشهوة ولا يبغى يعلم زوجته، يتزوج يعلن في المحل فيه الزواج، يصير في محل آخر يعلنه، ما يشرك الزنا، يكون إعلام عند الجيران وعند المقصود أن شدة الشهوة، المقصود يتزوج لكن لا يخفيه، يعلن حتى لا يكون شبيه الزنا. ويعلم زوجته، إن علمها فلا بأس وما علمها فلا بأس. ماذا سمي أصحاب الصفة؟ لأنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنزلهم بها في الصفة الحجرة، يعني الصفة الحجرة في المسجد. صلى الله عليكم. من اكتفى باتخاذ السبب تداوي الدعاء، اتخذ الدعاء سبب تداوي. الدعاء سبب، لكن إذا تدعوا بشيء آخر من المأكولات أو المشروبات أو الكي أو من الدهون أو المروخ أو غير هذا فلا بأس. أحسن الله عليك يا شيخ. الأسباب لا بأس بها. نعم. بعض المتصوفة في بعض البلدان يتخذون من هذا الحديث كلمة أهل الصفة، يقولون نحن الصوفية مأخوذ من أهل الصفة. لا غلط، هذا الصفة لا، الصفة الحجرة، يعني حجرة في المسجد للفقراء، مثل المسجد في الحجرة ينزل الفقراء. نحن أخذنا من هذا الحديث. لا هذا جهلا منه. الصفة لأجل حاجات يسكنونها، نزلون حتى يعرفونها الناس اللي يجي صدقته واللي مساعدته، يعرفون أنهم في الصفة يساعدونهم المسلمين. الزواج بين الرجال يا شيخ ما حكمه؟ يسمح اللواط. أعوذ بالله. هل يدخل في الكفر يا شيخ؟ يستحل لا يكفر. نعم يا شيخ. هو يسمح. يستحل لا يكفر. يسمح يا شيخ. هذا سماح منكر. إذا حل قال لا بأس به يكون كفر. نعم.